زمان كان في حاجه اسمها سلع معمره، دلوقتي بقت سلع استهلاكيه. عميل جاب فرن بلت ان، وادي فرن بلت ان، وجاب بوتاجاز وجاب بوتاجاز، دول بتوع عميل واحد يا جماعه. وبعد كده اشترى جداد تاني. ليه؟ عشان راح الشركه قالوا له قطع الغيار بتاعت الاجهزه دي مش موجوده، ارمي الاجهزه وخد جديد. العميل جاب جديد وقام راكن الاجهزه، شافنا على النت، قام مكلمني قال لي انت بتقول لي انت بتصلح اي حاجه. قلت له اه يا فندم، اي حاجه بتتصلح حتى لو الحاجه دي مش موجوده في الشركه. طيب انا عملت ايه؟ خدت الاجهزه ديت واشتغلت عليها، وبمشيئه الله تعالى الفرن بقى شغال بكفاءه 100%. الفرن ديت مش ماركات وحشه، ماركات كويسه، بس دلوقتي بقت سلع استهلاكيه وخلاص. خلص فتره الضمان وارمي الجهاز. جرونيا، قلبه، انا عايز اقول لك اجهزه محترمه، والاجهزه دي كمان بقت شغاله 5 عيون، كفاءه 100%، اشعال ذاتي، حساسات امان، كل حاجه بكفاءه 100%. ونضفنا له الاجهزه ورجعناها له جديده تاني، كل حاجه شغاله بكفاءه 100%. لو انت كمان عندك جهاز فيه مشكله ورحت التوكيل قالوا لك قطع غيار مش موجوده، هتلاقيها عندنا، واي قطع غيار في مصر عندنا بمشيئه الله تعالى، واللي مش عندنا بنعدله. وبحبكم في الله، سلام.